السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاح الحضرمي، مخرج فيلم الزيق، الحاصل على الجائزة الكبرى في مهرجان الأيام السينمائية لفيلم التراث بالجمهورية الجزائرية. سعيد جدا بهذا الفوز. أشكر لجنة التحكيم، أشكر إدارة المهرجان، أشكر جميع القائمين على هذا المهرجان. سعدني كثير حقيقة هذا الفوز، وبالأخص على أنه كما هو معروف أن إدارة المهرجان تمكنت من استقطاب قرابة 170 فيلم من 19 دولة. من 170 فيلم بعد الفرز وبعد لجنة التحكيم يخرج فيلمي بالمركز الأول من 170 فيلم. هذا شرف كبير كبير جدا جدا لي. وقد تناول فيلم الزيق زراعة وصناعة قصب السكر في سلطنة عمان، وقد أوضح الفيلم الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب السياحي والترويجي لهذا المنتج، وما له من قيمة اقتصادية لصاحب المعصرة كذلك لصاحب المزرعة. كما أتمنى وأدعو دعم مثل هذه المهرجانات لما لها من أهمية في المحافظة على التراث وما لها من مردود اجتماعي واقتصادي وسياحي كذلك. وأتوجه بجزيل الشكر لجميع القائمين على هذا المهرجان مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.